السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده إن شاء الله مكملين في سلسلة المراجعة النهائية وحل أهم الامتحانات المتوقعة بإذن الله لامتحان نصف العام. هجمع لكم كل الامتحانات المهمة في قائمة تشغيل، هتلاقوها في قسم قوائم التشغيل، وهسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف أسفل الفيديو وفي أول كومنت مثبت. عايزاكم تركزوا معايا كويس أوي، تكبروا الشاشة وتعلوا الجودة علشان نشوف كويس، ويلا بينا نبتدي على طول. طبعا زي ما احنا عارفين ان اول سؤال بيجينا في الامتحان هيقولك finish the following dialogue. فبنعمل ايه؟ لازم الاول تقرا الدايلوج كامل على بعضه علشان تفهم الدايلوج بيتكلم عن ايه ونعرف نجاوب صح. وفي جمله كده بتيجي في الاول لازم تقراها كويس تفهم معناها، علشان احيانا بتكون اجابه للسؤال وكمان بتفهمك الدايلوج بيتكلم عن ايه. تعالوا كده نقرا الدايلوج مع بعض. بيقول لي ندى and عزة are talking about her new blouse. يعني ندى وعزة بيتكلموا عن البلوزه الجديده بتاعتهم. فنادية بتقول لها ايه؟ هلو عزة، your blouse is very nice. is it new؟ يعني البلوزة بتاعتك جميلة جدا، هل هي جديدة؟ فردت عليها قالت لها ايه؟ فنادية سألت سؤال، قالت عزة I bought it last week. أنا اشتريتها الأسبوع الماضي. فنادية سألت سؤال، قالت لها at the new fashions، يعني من محل اسمه new fashions. فنادية سألت سؤال، قالت 80 pounds، ب80 جنيه. فنادية قالت can you come with me to buy one tomorrow؟ يعني ممكن تيجي معايا اشتري واحدة غدا. فعزة قالت ايه؟ نرجع بقى من الاول تاني. بتقول ايه؟ your blouse is very nice، جميلة جدا. is it new؟ طبعا هتقول yes it is او yes it's new. فنادية سألت سؤال، فعزة قالت لها I bought it last week. أنا اشتريتها last week الأسبوع الماضي، أو last week النطقين صح. طيب هي بتسأل عن اشتريتيها إمتى، يبقى when أداة الاستفهام فعل مساعد. عندي هنا الفعل هنا في الماضي، يبقى الفعل المساعد هيكون did. أداة استفهام فعل مساعد فاعل، الآي هتتحول ليو. فعل أصلي، الفعل الأصلي buy من بوت. when did you buy it؟ يعني امتى اشتريتيها؟ قالت لها I bought it last week. طيب سألت سؤال تاني، قالت لها at the new fashions، يبقى هي بتسألها عن المكان، يبقى where did you buy it؟ يعني اشتريتيها منين؟ أو ممكن نقول where did you get it from؟ يعني حصلت عليها منين؟ where did you get it from أو where did you buy it؟ فقالت لها at the new fashions. فنادية سألت سؤال، فقالت لها 80 pounds، يعني اتكلفت 80 جنيه. يبقى هي بتسألها عن التكلفة، فهنقول ايه؟ how much. how much بتسأل عن التكلفة، كم السعر. how much ايه بقى؟ how much did it cost؟ how much did it cost أو how much was، هنجيبها في الماضي was it. يبقى how much أداة استفهام الفعل المساعد طبعا هيكون did في الماضي، الفعل it cost يعني التكلفة. how much did it cost أو how much was it يعني كم السعر. فنادية قالت can you come with me to buy one tomorrow؟ يعني ممكن تيجي معايا بكرة أشتري واحدة يعني. فأكيد هتقول لها of course بالطبع. مثلا I'd love it. أو ممكن تقول of course I'll happy to help، يعني هكون سعيدة للمساعدة. تاني سؤال هيجينا في الامتحان ان شاء الله هيقولك read and complete the text with words from the following list. فبيقول لي ايه؟ community projects يعني مشاريع المجتمع، elderly يعني كبير في السن، facilities يعني تسهيلات او مرافق، pavements يعني أرصفة، sports يعني رياضة، وevents يعني أحداث. فبيقول لي ايه؟ I live in a great country، يعني أنا بعيش في دولة أو في بلد عظيمة. There are lots of activities for young people such as volleyball and tennis clubs، يعني بيوجد الكثير من أنشطة للشباب زي كرة الطايرة والنوادي التنس، طبعا sports activities أنشطة رياضية. There are also many local for people of all ages، يعني بيوجد أيضا الكثير من المحلي للناس من جميع الأعمار including a great theater بتشمل مسرح عظيم and history museum ومتحف تاريخي. طبعا local facilities يعني مرافق
أو تسهيلات للناس من جميع الأعمار. facilities يعني تسهيلات أو مرافق، بس هنا بمعنى مرافق محلية. Our roads have wide A, so it is not problem for disabled people to travel around. يعني الطرق بتاعتنا فيها ايه واسع، لذلك مفيش مشكلة للناس ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل. طبعا wide pavements يعني أرصفة واسعة، لذلك مفيش مشكلة للناس ذوي الاحتياجات الخاصة في التنقل. We help the A to learn about the latest technology. يعني احنا بنساعد مين في ان هم يتعلموا احدث التقنيات. طبعا elderly اللي هم كبار السن. My grandfather sends a lot of text messages now. يعني جدي بيرسل لي الكثير من الرسائل النصية الآن. تاني سؤال هيجينا في الامتحان هيقولك read the following then answer this question. فبيقول لي ايه؟ you probably have a fridge on your house to keep your food cool. يعني انت من المحتمل ان انت عندك تلاجة في منزلك لكي تحتفظ بالطعام بارد. but have you ever thought about what people did in the past؟ لكن عمرك فكرت الناس كانوا بيعملوا ايه في الماضي؟ people were able to use snow or ice. يعني الناس كانوا قادرين على استخدام التلج which they kept underground for many months. يعني اللي كان بيحتفظوا بيه تحت الأرض لعدة أشهر. In 1842 an American doctor called John Corey invented a machine to make ice. يعني في عام 1842 دكتور أمريكي اسمه جون كوري اخترع ايه؟ ماشين آلة لصنع الثلج. He used it to keep people cool. كان بيستخدمها في ان هو يجعل الناس باردين when they got an illness. لما كانوا بيجي عندهم مرض called yellow fever اسمه الحمى الصفراء. By 1900 places that sold meat in the USA started to have fridges. يعني في عام 1900 المناطق اللي بتبيع لحمة مجمدة أو اللحوم المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ يبقى عندها إيه؟ تلاجات. And today واليوم nearly all homes there have a fridge in their kitchen. تقريبا كل البيوت بقى عندها تلاجة في المطابخ بتاعتهم. We continue to use the same technology for fridges that we have used for a century. واستمرينا في استخدام نفس تقنية التلاجات اللي استخدمناها من قرن. The problem is that a room with a fridge in it. يعني المشكلة ان الحجرة او الغرفة اللي فيها تلاجة is a lot noisier and hotter than other rooms. يعني بتبقى اكتر ضوضاء واكثر سخونة من الغرف الاخرى. Now people are designing modern fridges that are neither hot nor noisy. لكن الناس دلوقتي صمموا تلاجات حديثة ما فيهاش ضوضاء ولا سخونة. They are going to use less energy too. وبتستخدم طاقة أقل أيضا. So they will be more efficient. لذلك بتكون أكثر كفاءة. تعالوا بقى نشوف الأسئلة. نمبر 1 بيقول لي What did people use to keep food in the past؟ يعني الناس استخدموا إيه لكي يحتفظوا بالطعام في الماضي. تعالوا نرجع تاني للباسج. فقال لي هنا ايه؟ people have used ice to keep food cool for thousands of years. يعني الناس استخدموا التلج لكي يحتفظوا بالطعام بارد لآلاف السنوات. نمبر 2 بيقول لي why do you think that places which sold meat started to have fridges by 1900؟ يعني ليه بتعتقد ان الاماكن اللي عندها لحمة او الاماكن اللي بتبيع لحمة بدأت في استخدام الثلاجات من عام 1900؟ طبعا علشان يحتفظوا باللحمة لمدة طويلة. نقولها ازاي بقى؟ I think that they wanted. يعني هم أرادوا to keep meat for a long time. يبقى I think that they wanted to keep meat for a long time. طيب نمبر 3 بيقول لي do you think fridges will be more efficient؟ هل تعتقد ان الثلاجات هتكون اكتر كفاءة وليه؟ تعالوا كده نرجع للباسج. قال لي هنا في آخر سطر now people are designing modern fridges that are neither hot nor noisy. They are going to use less energy too, so they will be more efficient. يعني الناس هيصمموا ثلاجات حديثة هتكون أقل في الضوضاء وفي الحرارة وكمان هتكون أقل في الطاقة، لذلك هتبقى إيه؟ أكثر كفء. يبقى ده نمبر كام؟ نمبر 3. بعد كده بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. نمبر 1 بيقول لي the passage is telling us about. الباسج بتخبرنا عن ايه؟ how ice is made,
ولا fridges in the USA ولا how to keep food ولا keeping people cold when they get sick. طبعا how to keep food، كيف تحتفظ بالطعام أو كيف تحافظ على الطعام. نمبر 5 بيقول لي كوري invented a machine that، يعني اخترع آلة بتعمل ايه بقى؟ made ice بتصنع التلج ولا kept the food بتحتفظ بالطعام ولا made people ill بتجعل الناس مرضى ولا cooked food بتطبخ الطعام. طبعا made ice. نمبر 6 بيقول لي the fridge we use today are، التلاجات اللي بنستخدمها اليوم old and big ولا noisy ولا use more energy ولا working non-stop بتشتغل من غير ما بتتوقف. طبعا بتشتغل من غير توقف. اما use more energy ما بتستخدمش طاقة كبيرة ولا هي ضوضاء ولا هي قديمة وكبيرة. رابع سؤال هيجيلنا في الامتحان هيقولك choose the correct answer from A, B, C or D. نمبر 1 بيقول لي trying to think only about the present helps you relax، يعني ان انت تفكر في الحاضر فقط بيجعلك ايه؟ relax، مسترخي او مرتاح. relax is similar in the meaning to، يعني بتشبه في المعنى الايه؟ lie يكذب ولا rest يرتاح ولا work يعمل ولا test يختبر. طبعا rest. نمبر 2 بيقول لي A is used for cooking food quickly، بتطبخ الطعام بسرعة. kettle ولا لابتوب ولا كمبيوتر ولا مايكروويف. طبعا مايكروويف. نمبر 3 بيقول لي the government is going to renew more schools، إنها تجدد مدارس كتيرة. What is the suffix used to change the verb renew into an adjective، عشان تغير renew لصفة. طبعا ايه؟ renewable. renew يعني يجدد، renewable متجدد. نمبر 4 بيقول لي ايه means looking after people's health، معناه ان انت تعتني بصحة الناس. health care العناية الصحية ولا public services يعني خدمات عامة ولا neighborhood يعني حي ولا transport اللي هي وسائل النقل. طبعا health care العناية الصحية. نمبر 5 بيقول لي my brother has a he can't read or write، لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب. يبقى ده اسمه ايه؟ طبعا dyslexia اللي هو عسر أو صعوبة القراءة. نمبر 6 بيقول for me exams are a problem، بالنسبة لي الامتحانات مشكلة. I get very ايه about them، أنا بكون ايه بالنسبة لها؟ positive إيجابي ولا pleased مسرور ولا anxious يعني قلق ولا amazed مذهول. طبعا anxious. خامس سؤال بيجينا في الامتحان بيقول complete the sentences with the correct form of the words in practice. نمبر 1 بيقول لي neither of those necklaces beat cheap، يعني عايز يقول لك ولا واحد من هذين العقدين رخيص. طبعا neither ده بتعامل مع عملة المفرد ونقول ايه as، يعني مفيش ولا عقد رخيص. نمبر 2 بيقول لي have you ever traveled by plane، يعني عمرك سافرت بالطيارة. طبعا ده زمن ايه؟ present perfect tense زمن المضارع التام، وهنجيب التصريف الثالث من travel اللي هو ايه؟ traveled. يبقى have وبعدين بيجي بعدها التصريف الثالث للفعل. نمبر 3 بيقول لي we were all very excited when we heard about our trip، يعني كنا مندهشين أو مثيرين أو متحمسين. يبقى إيه؟ صفة منتهية ب ed يبقى excited. قلنا الصفة المنتهية ب ed بتصف مشاعر أو إحساس الشخص، أما الصفة المنتهية ب ing بتصف الشيء أو الشخص اللي سبب لك الإحساس أو الشعور ده. نمبر 4 بيقول لي the homework is almost done، يعني الهوم ورك تقريبا انتهى او اتعمل. يعني you have to stay up late، يعني انت اكيد مش مضطر ان انت تسهر لمتأخر. يبقى don't have، you don't have. نمبر 5 بيقول لي he not coming to the party yesterday، طبعا ده زمن الماضي البسيط فنقول ايه؟ he didn't come to the party yesterday. سادس سؤال هيجيلنا في الامتحان هيقولك write a paragraph of about 110 words about عن ايه بقى؟ how to help people in your community، كيف تساعد الناس في مجتمعك. طبعا ده من المواضيع المهمة اللي نركز عليها، وهجمع لكم كل الباراجرافات في قناة التليجرام. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ولو عايزين اعمل فيديو باهم الباراجرافات المتوقعة باذن الله لامتحان نصف العام اكتبوا لي تحت في الكومنتس واعمله ان شاء الله. وبس كده يا حلوين يكون فيديو النهارده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك. لو حابين تتابعوني اكتر في سلسلة المراجعة النهائية وحل اهم الامتحانات المتوقعة باذن الله لامتحان نصف العام اعملوا سبسكرايب للقناة، كمان فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل ان شاء الله. اشوفكم الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.